نصيبكم يوم العار. ويوم عاشوراء ليس له علاقة بمقتل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فيوم عاشوراء كان في الجاهلية يصومه العرب المشركون ويعظمون يوم عاشوراء، وهكذا اليهود والنصارى يعظمون يوم عاشوراء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصامه وأمر بصيامه. فالارتباط بين عاشوراء ومقتل الحسين رضي الله عنه، إنما أكرم الحسين بن علي بالشهادة، وكان مقتله في اليوم 10 من محرم من سنة 61 للهجرة. أكرمه الله عز وجل بالشهادة، وكان عمره حين قتل 58 سنة رضوان الله تعالى عليه، بعد أن دعاه أهل الكوفة ليبايعوه فغدروا به وأسلموه لقتلته. ولا شك ولا ريب أن المسلم يحزن لمقتله رضوان الله تعالى عليه، فإنه رضي الله عنه من سادات المسلمين وعلماء الصحابة، وهو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي أفضل بناته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. وقد كان عابدا زاهدا سخيا كريما شجاعا رضوان الله تعالى عليه، فنحزن لمقتله، لكن لا نقيم المآتم ولا ننوح ولا نظهر الحزن في هذا اليوم. والمسلمون لم يقيموا مأتما لأبيه وهو أفضل منه، فأبوه علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه قتل يوم الجمعة في 17 من رمضان من سنة 40 للهجرة، وهو خارج إلى صلاة الفجر، ولم يقم أحد مأتما يوم مقتله رضي الله عنه. وعثمان وهو أفضل من علي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين قتل كذلك وهو محصور في داره في سنة 36 للهجرة أيام التشريق، قتل وذبح من الوريد إلى الوريد، ولم يقم أحد مأتما يوم مقتله. وقتل عمر وهو أفضل من عثمان رضوان الله على الصحابة أجمعين، قتل وهو قائم في المحراب يصلي، ولم يقم أحدا مأتما يوم مقتله. ومات أبو بكر رضوان الله تعالى عليه وعلى الصحابة أجمعين، ولم يتخذ أحد يوم موته مأتما. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، ولم يقم أحد مأتما يوم موته عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.